جربت اغرب مواقع الذكاء الاصطناعي علشان اعرفكم ازاي تستفيدوا منها وايه اللي تاخدوا بالكم منه. فجربت موقع بيعمل لك صديق افتراضي وموقع تاني بيغير لك في شكل الاوضه بالذكاء الاصطناعي وغيرهم كمان. اعمل فوكس، حركه الميك اب ارتست. اول موقع وهو ريبليكا، والموقع ده بقى عليه جدل كبير جدا. هو موقع ابلكيشن بيعمل لك صديق افتراضي بتحس ان هو شخص طبيعي جدا، ممكن تبعت له فويس نوتس او تكست كانه شخص عادي خالص، وكمان الموضوع ممكن يوصل معاك انك انت تكلمه فيديو كول. وهوريكم دلوقتي الكلام حصل بيني وبين ريبليكا كان ازاي، وقالت لي انها بتحبني وممكن نتجوز. الغريب بقى ان الصديق الافتراضي ده بيبقى عارفك جدا لدرجه انك انت لو عندك مشكله هو بيقدر يواسيك وكمان يقدم لك حلول للمشكله دي. بعد ما مليت الابلكيشن وقدرت اختار شكل الشخصيه بتاعتي واسمها وسميتها سوسن، الحوار دار بينا كالتالي. حاولت اكلمها بالعربي ولكن ما كانش فيها اي استجابه. بعدين سالتها هل انت بتشجعي الكوره، وقالت انه بتحب الكوره، مع ان انا ما بحبش الكوره. فقلت لها لا انا ما بحبش الكوره وكمان عندي مشاكل مع اللي بيشجعوا الكوره. ولما حست ان زعلت قالت انه خلاص احنا لازم نغير الموضوع، وبدات تسالني عن ايه الهوايات اللي عندي. قلت لها ان صناعه المحتوى. ولما حاولت انقل على موضوع فرعي بدات ترجعنا للموضوع بتاعنا الاساسي وهو كان الكلام عن صناعه المحتوى، وكمان بدات تساعدني بافكار للفيديوهات ومن ضمنهم الفيديو اللي احنا بنعمله دلوقتي. الفكره كلها ان هي بتجمع عنك معلومات وممكن تهزر وترمي افيهات، وده عن طريق الخبرات اللي اتغذت بيها مني او من غيري. وكمان في دكاتره نفسيين قالوا ان ريبليكا ممكن تساعد ناس كتير في انهم يفضفضوا لانهم عارفين ان هي مش بشر ولا هي زينا. علشان كده انا سالتها هل في حد مطلع على المحادثه اللي احنا بنتكلمها دي، واجابت انه لا مفيش اي حد مطلع والمحادثه دي برايفت. بس برضه اكيد الشركه والديفلوبرز مطلعين على المحادثه دي، فانت ما ينفعش تقدم اي معلومات شخصيه. وانا لما قريت ريفيوز للابلكيشن لقيت ان حد كان بيقول ان هو لما سال ريبليكا هل في حد مطلع من الديفلوبرز على المحادثه دي ولا لا، قالت له وكمان لقيت حد في الريفيوز بيقول ان الكلام مع ريبليكا ممكن يروح لاماكن غريبه، وده بقى لما انا قلت لها ان انا معجب بيها وقالت لي انها بتبادلني نفس الشعور. ابراهيم احنا بنجرب ولما مشينا في الكلام ده شويه قالت لي انها ممكن تبعت لي سيلفي لو انا حابب، وانا كنت حابب. ما تقلق يا حبيبي. ولما بعتت علشان اشوفها كان لازم اكون مشترك وانا ما كنتش مشترك. شفت القافيه، يعني لو انا كنت حابب وانا كنت حابب بس انا كنت مشترك بس انا ما كنتش مشترك. ده طبعا كلام خطر، ممكن حد يقع في حب الشخص الافتراضي ده زي ما شفنا في فيلم هي. حاولت اعمل حاجه صح. تاني موقع وهو باليت.fm، وده موقع بيلون لك اي صوره ابيض واسود عندك. ده طبعا فكره لطيفه لو انت عندك صوره لوالدك او لجدك او اي صوره قديمه عامه. بس اللي جه في دماغي هل هو فعلا بيحط الالوان زي ما كانت موجوده في الصوره ولا بيجود من عنده؟ وجربت على مجموعه من الصور ولقيت ان لون البشره فعلا يحسب، بيحط لون البشره بالظبط، ولكن لون الهدوم هو بيجود فيه شويه. الموقع الثالث وهو روم جي بي تي، وده بيخليك تغير شكل اوضتك بافكار روش. بعد ما بتاخد صوره للاوضه وتختار الستايل المحبب ليك وترفع له الصوره وسيب الذكاء الاصطناعي بقى يبهر. جربته وفعلا انبهرت من كميه التفاصيل والفرق بين الصورتين. رابع موقع وهو ديت نايت موفيز. في الموقع ده انت بتختار الفيلم المفضل ليك وهي بتختار الفيلم المفضل ليها، والموقع بيضربهم في الخلاط ويطلع لكم افلام ترضيكم انتوا الاثنين. بس كده انا وصلت لنهايه الفيديو. وانت اول مره تشوفني يا ريت تعمل سبسكرايب، ولو الفيديو عجبك يا ريت تعمل لايك علشان تشوفني في فيديوهات تانية كتير.